بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نعتذر من الجميع كون جينا من وحدة تدريبية صباحية ومبلغين أساساً أن المؤتمر الساعة 2:15، لكن التبليغ جانا في الملعب، قطعنا التدريب وحضرنا للمؤتمر إكراما وإجلالا للجميع. حقيقة لن كنت أتمنى أن أتقابل مع عمان بهذا الوضع الذي مر به العراق. الفريق العماني واحد من الفرق المتميزة، واحد من الفرق المستقرة. للمقابلات السابقة للكرة العمانية تفوقات كثيرة على الكرة العراقية، وآخرها في كأس العالم، تصفيات كأس العالم. حقيقة سنجعل من هذه المباراة إن شاء الله نقطة انطلاق جديدة للكرة العراقية أو للمنتخب العراقي في بطولة الخليج. مثل ما يعرف الجميع أنه مباراتنا السابقة بالرغم من المستوى الذي قد يكون مقبول بعض الشيء بالنسبة لنا، لكن النتيجة ذهبت قد تكون بطريقة غير مرضية بالنسبة لنا. لكن الأهم علينا الآن إعداد الفريق وتهيئة الفريق. مباراتنا أو منافسنا القادم واحد من الفرق الخليجية المهمة، أيضا يمتلك حظوظ قد تكون أحسن من حظوظنا الآن كونه متعادل في المباراة السابقة. فريق يمتلك مجموعة من اللاعبين الخليط المتجانس، الشباب والخبرة، وأيضا يمتلك مدرب لديه رؤية ولديه نظرة ثاقبة في الكرة الخليجية. لذلك أتصور أن تكون المباراة واحدة من المباريات الصعبة والمهمة، لكنها ليست مستحيلة. علينا أن نجتهد، علينا أن نسعى، علينا أن نبتعد بما جرى لنا في المباراة السابقة، ومن ثم نعمل بالأسلوب والنظام اللي حقيقة هيئ لهذه المباراة. أملي كبير أن نتغلب على الظروف الصعبة اللي مر بها اللاعبين، ومن ثم إن شاء الله نلعب في هذه المباراة من أجل أن يعود العراق في صراعاته في المجموعة. شكرا. السلام عليكم. إن شاء الله اللعبة باكر حلوة مثل أول لعبة ونفوز. نعرف الفريق عمان قوي، ونعرف الكوتشيهم زين لأنه يلعب بإنجلترا، أعرف حيلعبون لعبة حلو. وإن شاء الله نلعب مثل الشوط الثاني ضد الكويت، ونلعب قوي ونفوز اللعبة. طيب، طبعا ياسر واحد من أولاد العراق البواسل اللي هو مغترب، والآن هو متواجد معنا بالمنتخب، وبحكم الظروف اللي مر بها العراق هو واخواننا المغتربين الباقين الآن يلبي دعوة المنتخبات الوطنية، وهو من 1.5 معاي، وواحد من الأبطال الذي أعتمد عليهم. حقيقة يعني مثل ما يعرف الجميع قد تكون مباراة الكويت مباراة الصدمة بالنسبة للفريق العراقي بعد أن كنا قوسين أو أدنى من الفوز من خلال الأداء ومن خلال المستوى، لكن الصدمة اللي صابتنا ونتيجة بعض الضغوطات اللي حدثت بالمباراة أثرت كبيرا يعني وكثيرا على نفسية اللاعبين. وليعلم الجميع وليس من باب المجاملة، أغلب اللاعبين بعد انتهاء المباراة لثاني يوم دخلوا حالة نفسية قد مؤثرة بعض الشيء، لأن احنا مثل ما نعرف بطولة الخليج بطولة أشقاء، بطولة محبة، بطولة تأثير على مستويات اللاعبين والمنتخبات. حقيقة يعني شعروا بغبن حتى من خلال الرؤية بالتحليلات للقنوات الفضائية العربية والآسيوية إنه الفريق العراقي أصاب الغبن. لكن الأهم مثل ما قال السيد حسن، حاولنا أنه نعيد الحالة النفسية، حاولنا أن نعطي جرعة كبيرة من التغلب على الظروف اللي عاش بها الفريق العراقي، والحمد لله الشكر حوالي 3 وحدات تدريبية متتالية ومحاضرتين عدنا الحالة النفسية. كل اللاعبين الآن يشعرون بقيمة العمل القادم، كل اللاعبين يشعرون بأهمية المباراة القادمة. أيضا الشيء المحزن اللي وصلنا أنه
بغداد في لحظتها في لحظة دخول الهدف كان هنالك انفجار قوي أثر على نفسية اللاعبين، بالإضافة للصدمة الكبيرة اللي حدثت بالمباراة. كل هذه سنجعلها إن شاء الله أحد الحوافز التي من أجلها حضرنا ومن أجلها تكون كرة القدم العراقية. الآن انهينا الوحدة التدريبية بحكم التبليغ السريع اللي حضر لنا، كانت عندنا وحدة تدريبية صباحية. كل اللاعبين الحمد لله شكر باندفاع كبير وبحرص وبمثابرة، وأيضا كل اللاعبين والحمد لله وضعهم النفسي والصحي ممتاز، والجميع يرغب بالمشاركة بهذه المباراة من أجل إعادة هيبة الكرة العراقية في المجموعة إن شاء الله. شكرا. يونس لاعب كبير ولاعب مؤثر، وحقيقة مع الأسف الشديد يعني مثل ما أصبنا بصدمة في مباراة الكويت، صدمة يونس كانت أكبر كونه في الساعات الأخيرة قبيل السفر تعرض للإصابة مع الأسف الشديد، ومن باب حرصه ومن باب ثقته باللاعبين الباقين جعلنا أن تكون هنالك فرصة كبيرة للاعب. مثل ما يعرف الجميع لدينا استراتيج ولدينا أغراض وأهداف كبيرة من بعد بطولة الخليج. أعطينا فرصة لاعبين الآن المتواجدين الثلاث اللي يلعبون في نفس المكان اللي يلعب يونس، لديهم الثقة ولديهم الإمكانيات، وأيضا لدينا فيهم ثقة كبيرة. لكن عملية سد فراغ يونس بهذه البطولة أتصور صعب جدا، لكن إن شاء الله ثقتي كبيرة لا زالت ولحد هذه اللحظة بجوستن ومروان وأمجد راضي الثلاث على هبة الاستعداد. وأنا أتصور إذا في المباراة الماضية لن نسجل، إن شاء الله المباراة القادمة سيسجلون ويطرزون أسماءهم في بطولة مهمة مثل بطولة الخليج لتكون نقطة انطلاق لمهاجم جديد للكرة العراقية. قال لك كيف تقيم اللاعب الخليجي؟ يعني من خلال رؤيتك، من خلال اشتراكك في أول بطولة، كيف تقيم اللاعب الخليجي؟ جاوب الثاني بعدين أجاوب. السلام عليكم. اللعب نفس الشيء، بس بإنجلترا يعني بأوروبا شوية أقوى، بس تكتيكي يعني نفس الشيء. شكرا الصوت شوية احكي مثل عمك بصوت عالي. لا شكرا. هلو. الواحد يعني نفس الشيء بس شوية أقوى بأوروبا بإنجلترا، واللعب شوية أسرع، بس تكتيكي نفس الشيء، وهم صعبة تسوي باصات وتطلع اللاعب، فمو هواية متغير من أوروبا الخليج. يعني يقول ماكو فروقات بين اللعب في الخليج وبين اللعب في انجلترا او في اوروبا، والمواصفات المتواجده باللاعب الخليجي تقريبا متشابهه، باختلاف يمكن قد يكون بالنظره الاحترافيه والتعامل الاحترافي. مو هيك ياسر؟ صحيح. يعني ما تحكي العشبيه. شكرا استاذ سامي. حقيقه الفريق العماني واحد مثل ما قلت في بدايه حديثي، واحد من الفرق الذي يعتبر قطب من أقطاب الكرة الخليجية، فريق مهم، فريق مستقر، فريق لديه مدرب مستمر معاهم من سنين طويلة، أكيد خالق توليفة متجانسة، خالق مجموعة متميزة، خالق فريق قوي. والدليل المباراة اللي قدمها أمام الإمارات، وكان واحد من الفرق القريبة من الفوز. أنا شخصيا أعرف الفريق العماني، قرأت الفريق العماني، مسجل كل النقاط اللي ممكن أن نلعب بها مع الفريق العماني. لكن الفريق العماني يمتلك مفاتيح كثيرة، يمتلك الأداء الجماعي، يمتلك الأداء الفردي لبعض اللاعبين، لذلك أتصور مفاتيحه وطرق لعبه وأنظمته كثيرة، ويخدمه روح الانسجام أو روح التعامل ما بين الفريق. وأنا أتصور هنالك أكثر من لاعب مميز ومهم بالفريق العماني، لكن الفريق العراقي إن شاء الله قادر من خلال ما موجود من لعب جماعي ومن انسجام أيضا أن يكون بقوة الفريق العماني أو مقابلة الفريق العماني بأسلوب وبنظام. إن شاء الله نتمكن بإيقاف مفاتيحه ومن ثم تقديم مباراة تليق بقطبين من أقطاب الكرة الخليجية. شكرا. يعني هي واحدة
من الضغوطات اللي أتجابه بها في بلدي العزيز أنه أحاول أن أجمع أكثر عدد من اللاعبين الذين قد مارسوا التدريبات سوية، قد مارسوا اللعب سوية، حالة الانسجام والفكر وحتى الانضباط الاجتماعي والخلقي يكون على مستوى واحد. لذلك جعلت من الفريق أن يكون وحدة متجانسة، كثافة بالعمل الجماعي. كل اللاعبين الآن يلعبون تحت نظام واحد وأسلوب واحد، وأنا أتصور سر انسجام، ما في مدرب بالعالم يتمكن من مشاركة إشراك لاعب بعد 24 ساعة من حضوره، ومع العلم أنه لن أشاهده إلا من خلال الأشرطة اللي أرسل لي إياها هو اللاعب. لكن الأهم ما موجود في هذا اللاعب من انضباطية وخلق وانضباط. يعني كل اللاعبين المحترفين الآن اللي معانا والمغتربين هم بنفس الأفكار وبنفس المبادئ وبنفس القيم. هذا الشيء اللي خلاهم يكون سرعة الانسجام وسرعة التعامل وسرعة العلاقة والترابط. يعني آخر اللاعبين اللي وصلوا هم ياسر وجوستن وأحمد إبراهيم، الآن تشوفهم أقرب اللاعبين لكل اللاعبين المتواجدين. ليش؟ لأنه الفكر أو الرؤية اللي أنا أبحث بها عن اللاعب تتواجد بها هؤلاء على ضوء التقارب بوجهات النظر، أو التقارب بالخلق، أو التقارب بالعمل، أو التقارب بالانضباط. ولذلك أتجابه بالكثير من الانتقادات أنه حكيم شاكر ما يجيب غير ياسر، حكيم شاكر ما يجيب غير علي عدنان. لو تحضر للتدريبات، لو تحضر للغرف بالفندق وتشوف التعامل والترابط بين هؤلاء اللاعبين، ستحس أنه الانسجام والترابط الأسري هو من يسرع بعملية الانسجام وعملية التخالط بالأوراق، ليكون عامل الانسجام عامل مهم بين اللاعبين. يعني أنا أتشرف أنه حققت كل شيء في عمان. حققت بطولة آسيا، وحققت من قبلها التصفيات والحصول على المركز الأول في مجموعة كانت صعبة. لذلك عندما ألعب في عمان صدقني عوامل الانسجام مع طبيعة العمانيين هي من تساعدني بالوصول إلى الإنجاز. لذلك تحية لك، تحية لكل أهالي عمان. حقيقة في كل العالم لكل مدرب أسلوب، ولكل مدرب نظام، ولكل مدرب عمل من خلاله يصل للأهداف التي يريدها. معروف عني أنه أؤكد على الحالة النفسية والروح الجماعية قبل التكتيك وطريقة اللعب. في العالم لو كان هنالك مدرب يعتمد على الحالة النفسية لقلنا هذا المدرب عبقري، لأنه يعتمد على الحالة النفسية. إلا المدربين العرب عندما يمتاز بشيء نجعل من هذا الامتياز نقطة سوداء في حياته. لذلك عندما تتواجد الحالة النفسية ويتواجد الروح العمل الجماعي، عليك أن تعلم يا عزيزي أنه هنالك نظام وأسلوب قبل الوصول إلى هذا النظام يتعود عليه ويتدرب عليه ويصل إلى مرحلة الكمال، ومن ثم ننطلق إلى مرحلة التحفيز. مرحلة التحفيز مهمة، ومرحلة اللعب الجماعي الآن مهمة. وأنا واحد من الذين يريد دائما العمل أن يكون بالكثافة العددية والعمل الجماعي، لأن دائما الجماعة تتغلب على اللعب الفردي وعلى الموهبة المتواجدة داخل الملعب. شكرا استاذ عماد. انا اتصور بطوله الخليج بطوله كؤوس، وكل الفرق التي تحضر لهذه البطوله تبحث عن المجد وتبحث عن الكاس. في السابق كان الفريق اليماني، الاشقاء اليمانيين يستبعدون عن الترشيح. اليوم نشاهد ان الفريق اليماني بدات الفرق او بدا الاعلام او بدات الصحافه او بدا المدربين يرشحون الفريق اليماني. اذا الثمان فرق، كل الفرق المتواجده في نظام المجموعتين هي فرق تسعى لان تكون ضمن المقدمه وضمن الحصول على كاس البطوله. مجموعتنا معروفه، مجموعه حديديه بوجود عمان والإمارات والكويت والعراق. شخصيا لو سألتني أنه يعني تريد تنتقل لغير مجموعة، هناك موجود السعودية وموجود البحرين، الفرق المتواجدة كلها فرق متميزة، كلها على مستوى متميز، المستويات متقاربة، الأهداف متقاربة. زادت صعوبة مجموعتنا النتائج اللي حصلت في الدور الأول، يعني تعادل الأشقاء الإماراتيين والعمانيين، ومن ثم فوز الكويت. أنا أتصور لخبط كل أوراق المجموعة. الآن المجموعة
قد تكون غدا حتى غدا لن تحسم عملية من سيتصدر المجموعة. لذلك هذه المجموعة صعبة، ومن الصعب جدا أن تتكهن بمن سيتصدر هذه المجموعة، وأتصور المباراة الأخيرة هي من ستحسم الأول والثاني في هذه المجموعة. شكرا.